علاش نخاف واحنا عندنا سيدي بن شرقي. سيدي بن شرقي يحسم مواجهة الأهلي وكهرباء إسماعيلية بالهدف الرابع من ضربة ثابتة، ولا أروع ولا أحلى من سيدي بن شرقي. مش هتكلم عن سلبيات النادي الأهلي في المباراة، بس أهم حاجة إن الأهلي حقق ال3 بونت، سجل 4 أهداف، أي نعم اتسجل عليه هدفين من خطأين دفاعيين، بس مش مشكلة، مش هنتكلم على السلبيات. تألق بن شرقي الغير عادي. بن شرقي بقى واحد من أهم لاعبي النادي الأهلي في الهجوم وفي الدفاع. بن شرقي بقى بيرجع يهاجم وبيدافع وبيعمل كل حاجة في الملعب. عودة أحمد زايد زيزو وعمل أسيست لياسين مرعي. حسين الشحات ال25 دقيقة اللي لعبهم كان فوق الممتاز، ولكن الإصابة حرمتنا من نستكمل المباراة. قفشة لا جديد. نسى كرة القدم. النادي الأهلي يحتاج إلى مدير فني أجنبي عاجل في فترة التوقف الدولي الجاي. لازم مدير فني أجنبي يجي يعالج سلبيات الفريق. الأهلي عنده سلبيات في الدفاع، قلنا مش هنتكلم عنها النهاردة. خلينا نفرح بالفوز ب3 بونت، رجوع الأهلي للصدارة. مكسب الأهلي اليوم مهم جدا 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 بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة 1-1، والزمالك خسر 2 بونت. الأهلي زود بونت و3 بونت كمان. الأهلي رجع يبقى هو المنافس الأول على الدوري إن شاء الله بإذن الله. الإدارة بس تخلص من الانتخابات، عايزين مدير فني أجنبي على وجه السرعة عشان الفريق يظبط مع عودة إمام، مع عودة المصابين. الأهلي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هياكل أخضر واليابس الموسم ده. وألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على ال3 بونت من رغم بالسلبيات الفريق.